يا عم لو انت ما تروحش عند الناس دي يا عم عثمان. الناس دي سمعتها حبر الحبر. هتقول لي ما رحت، شفتك وانا معدي من هناك من الدنبال عندهم امبارح. اتفضل. تعال يا شيخ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار عامل ايه؟ الحمد لله والله يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. الف مرحبا سيدي. الله يخليك. اتفضل اتفضل. تعال والله تيجي. عرفت بالله. مش من السنه بقى من حد، مش من السنه. اتفضل اقعد هنا. اتفضل يا حبيبي. الله. ماشي. ما تروحش تعدي من عشان هي اصلا سمعتهم خرا، والبيت دي سمعتها مش حلو، والناس دي سمعتها مش حلوه. ما تعديش من هناك وما تروحش هناك تاني عشان خاطر ربنا. ما جبناش الوش والكلام. بس يا حاج عبد الله بس بقى. لا ناس يا عم الشيخ سمعتها مش حلوه، ويروح يقعد معاهم ويروح عندهم البيت، هو يتكلم والناس هتتكلم على برضه. لا بعض لازم هينوبوا من الحب جانب من الكلام. لا لا انت خد بالك بقى. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انت عاوز ربنا يحبك والنبي ولا مش عاوز ربنا يحبك؟ عايز ربنا يحبني والنبي صلى الله عليه وسلم. طالما انت ربنا عاوز ربنا يحبك والنبي عليه الصلاه والسلام، تاخد بالك ان اللي انت بتتكلم فيه ده مصيبه كبيره. ربنا جرمك والنبي جرمك. لا اللي انت بتتكلم ده اسمه قذف. ما هي نبعد بعيد عن الشبهات يا شيخ. انا بقول ايه النبي عليه السلام يقول لنا حديث جميل قوي. يقول ايه؟ يقول اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع، اجتنبوا السبع الموبقات، يعني اجتنبوا السبع الكبائر. منها بقى منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. من السبع اللي النبي حذر منهم ان انت تتقول على الناس. انت دلوقتي بتقول فلانه وعلانه، فلانه بنت فلان صفتها ونعتها، ده اسمه قذف وربنا ما يحبوش قوي. ربنا يقول كده، يقول ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. يبقى دي مصيبه، يبقى انت هتجيب لنفسك لعن. وبعدين بقى خد بالك، ده النبي عليه السلام يقول لنا على اللسان ده كلام حلو قوي. النبي يقول لسيدنا معاذ امسك عليك هذا، انت امسك عليك هذا، انت قاعد مع الحاج عثمان قول له كلمه طيبه. قول له كلمه ايه؟ طيب. قول له كلمه طيبه. خلي المجلس بتاعك ده هوتي تطلع منه بحسنات، ما تطلعش منه بسيئات. خلي المجلس بتاعك ده يبقى شاهد ليك، مش شاهد ايه؟ عليك. ما يبقاش شاهد عليك. وبعدين انت تاخد بالك، انت ممكن كلمه واحده تقولها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول كده، يقول ان الرجل لا يقول الكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا. الواحد يقول كلمه طيبه، انت قاعد مع الحاج عثمان وقلت له كلمه طيبه، الكلمه الطيبه ده ان ربنا سبحانه وتعالى يقبلها عنده. تخيل بقى يجعلك في الجنه منعم في الجنه كام سنه بقى؟ 70 سنه. ولو قلت كلمه غير طيبه تخيل بقى. النبي عليه السلام قال وان الرجل لا يقول كلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا والعياذ بالله تعالى، يهوي بقى في النار 70 ايه؟ 70 خريفا. يبقى الانسان ضروري، انت قعدت في مجلس في بيتك، في اي بيت من البيوت، رحت تزور صاحبك، تزور جارك، ايا كان، دايما ايه؟ دايما ما خدش في اعراض الناس، ودايما ما انا مش عايز اروح عند الناس دي يا شيخ. انا مش عايز اروح عند الناس دي. انت شفت عليهم حاجه وحشه؟ لا سمعنا والناس بتقول دي بقى دي بقى اللي بيخرب الدنيا. اللي بيخرب الدنيا ايه؟ ان احنا سمعنا. طب سمعنا ده غالبا السمع خطا. غالبا السمع ايه؟ خطا. بس في ناس كتير بتتكلم. وبعدين انت وانا مش عايز اروح، بقول له ما تروحش هناك بس وخلاص. طب انا اقول لك كلمه جميله قوي. اتفضل يا شيخ. اقول لك كلمه جميله. ايه هي؟ هل انت ترضى حد يقول على اهل بيتك نفس الكلام؟ لا. طب يبقى اللي انت ما بتحبوش لنفسك واللي انت ما ترضاش على نفسك لا ترضى على الناس. يبقى اخواننا دي ضروري ناخد بالنا. انت اللي ما بتحبوش لنفسك ما تحبوش لمين؟ غير. ما تحبوش لغيرك ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نسال الله ان ربنا يرضى عنا وجميع المسلمين. اللهم امين. اللهم امين يا عم الشيخ. بارك الله فيك. الله يكرمك. شكرا يا عم الشيخ. الله يبارك.